الزوج. ويقال في الشرع أن فصم عرى الزوجية تكون بيد الزوج. نعم. لكن القانون في أحيانا الزوجة بتتضرر ولا تستطيع أن تؤدي حقوق الله من عشرتها مع جوزها خلاص. والزوج من الناحية الشرعية ما فيهوش أخطاء تقدر تنسبها إليه وما تقدرش تثبت الضرر قبله، فتلجأ إلى الخلع. الخلع ده القانون أعطاه للزوجة لكي تفتدي نفسها وتطلق نفسها خلعا. نعم. تطلق نفسها خلعا. شريطة إيه؟ أن ترد للزوج مقدم الصداق الذي أعطاه لها. وقيل في الشرع ردي عليه حديقته، اللي احنا بنقول قصة حسان بن ثابت المشهورة. المهر مقدم الصداق، لو ردت مقدم الصداق إلى الزوج تستطيع أن تقيم دعوة الخلع بعد ما تعمل له إنذار رسمي أو يعني بأي كيفية تقوم الزوجة بتقديم مقدم الصداق للزوج، ثم تقيم دعوة الخلع. لما تقيم دعوة الخلع القانون برضو يعني ما سابهاش كده، أعطى للقاضي الحق في انه يحاول الاصلاح بين الطرفين، يعرض عليهم الصلح. يعني عرض الصلح في مثل هذه القضايا يسمى وجوبي. يعني القاضي لازم يعمل كده. يعني القاضي يعني زي العاده العرفيه كده يحاول يوفق بينهم ويحاول اعاده المياه الى مجاريها. فاذا ما استحال هذا الامر بينتدب حكمين، اللي هو حكم من أهله وحكم من أهلها، لكن بيقوم مقام الحكم من أهله والحكم من أهلها. لا، مش المحامي، موظفين المحكمة. موظفين المحكمة الكبار في السن بيبقوا مفتشين كده في الأحوال الشخصية، بتنتدبهم المحكمة لمحاولة الإصلاح بين الطرفين. فإذا ما استحال الإصلاح وقامت شروط المخالعة، المحكمة بتقضي بتطليق الزوجة خلعا على زوجها. لسه عندنا حينئذ نكمل الجزئية دي. حينئذ الزوجة دي تسقط كافة حقوقها المالية الشرعية، يعني ليس لها الحق أن تطالبه لا بنفقة ولا بنفقة عدة ولا بنفقة متعة ولا بأي حاجة. في حق آخر من حقوق الزوجة احنا ما قلناهوش للزوجة المطلقة بغير رضاها وبغير سبب من قبلها، إن المحكمة إجبارا لخاطرها وإجبارا للضرر اللي أصابها من جراء إنه الزوج أوقع الطلاق بغير رضا هذه السيدة وعنة زي ما بيقولوا بالبلدي، أعطاها الحق في أن تأخذ متعة. متعة دي حاجة جابرة للضرر الذي أصابها. والقانون اشترط أن المتعة دي لا تقل عن 2 سنين، بيراعى فيها حال الزوج وبيراعى فيها مدة الزوجية على الأقل. قيمة النفقة الشهرية. مظبوط. يعني النفقة الشهرية نضربها في 24. مظبوط. على الأقل. وفي محاكم تقضي ب9 سنين وفي محاكم تقضي ب20 سنة. والله يعني 2 سنين ده حد أدنى على الأقل، إنما متروك للقاضي إن هو يزود. يراعي فيها ظروف الزوجية ومدتها وحال الزوج قبل وبعد. أستاذ محمد راجي المحامي بالنقد، عندنا أسئلة كثيرة جدا من ضمنها حقوق المرأة عند الخلع من زوج أجنبي وليس مصري، لكن بعد الفاصل خلينا ورجعنا لكم تاني. ومصر في 3 ساعات، وفقرة الاستشارات القانونية دي مهمة جدا وقضايا خاصة قوي بالمرأة. هناك بعض النقاط اللي غالبا ما يحدث حولها جدل كبير قوي زي حالات الخلع من رجل أجنبي. بنواصل اللقاء مع الأستاذ محمد راجي المحامي بالنقد. أهلا بيك مرة كمان. الله يخليك يا أستاذ. وقفنا عند سؤال مهم جدا، حقوق المرأة عند الخلع من زوج أجنبي وليس مصري. نقول كده للسادة المستمعات بقى، السادة المستمعين والمستمعات بصفة خاصة يعني. هو الخلع بصفة عامة المرأة حتى تحصل على الخلع لابد أن تتنازل عن كافة حقوقها المالية. قلنا كده صح قبل يبقى احنا اتفقنا أنه لا حقوق مالية مع وجود الخلع. اللي يطلب الخلع بيتنازل عن الحقوق المالية. خلاص. وضعها مختلف عن الزوجة الثانية اللي بتطلق عادي. الزوجة المطلقة للضرر أو لغيره أو لسبب من أسباب الطلاق اللي أوجبها القانون لها الحق في أن تأخذ حقوقها الشرعية كاملة. لكن المطلقة خلعا لا تتنازل عن حقوقها المالية. لكن الزوجة دي نقول كيف تحصل على الخلع. الزوجة المتزوجة من أجنبي، ودي مشكلة. الأجنبي هنا بقى أستاذ محمد معلش للتوقف، يعني الأجنبي هل مقصود بيه أجنبي خارج القطر العربي ولا جنسيته بعيدة عن الجنسية المصرية؟ سواء يعني سواء عربي استرالي ياباني أمريكي بريطاني أي أجنبي. الزوج هو مش مصري. أيوه. احيانا في كثير من المصريات متزوجات من اجانب. الزوج الاجنبي بيمشي والزوجه لا تعلم عنه شيء وبينقطع عنها، واحيانا بينجب منها ويسيبها ويسيب عيالها ويمشي ويتكل على الله. فالزوجه دي بتبقى يعني عامله زي البيت الواقف بالبلدي. لا هي بالمطلقه
ولا هي بالزوج. حتى دي كمان هي تعمل خلع على الزوج اللي سابها ومشي. لها الحق أن تقيم دعوى الخلع. الدعوى الخلع هنا هتصطدم بكيفية إعلان هذا الرجل. الرجل ده المقيم في الخارج لو كان ليه موطن معلوم في الخارج يتم إعلانه عن طريق النيابة. النيابة بتعلنه عن طريق وزارة الخارجية. طب وفي حالة لو هي مش عارفة هو فين بالظبط؟ لو هو مجهول العنوان، أيوة. برضه القانون ما سابش حاجة. القانون بينظم الحياة الإنسانية وبيفترض وقوع الأشياء مستقبلا. فالزوجة إذا كان زوجها خارج البلاد ولا تعلم عنه ولا تعلم عنوانه تعمل إيه؟ القانون برضه أعطاها الحق أن تقيم الدعوة ضده وتعلنه عن طريق النيابة مع ذكر آخر موطن ليه في مصر. وتمشي الدعوة. برضه هنصطدم بأن هي المفروض عليها أنها ترد له مقدم الصداق الذي قدمه لها. طب وهي مش لاقيه يبقى ايه الحل؟ برضه هي تستطيع لما تقيم دعواها تطلب من المحكمة التصريح بإيداع المبلغ على ذمته خزينة المحكمة وإعلانه بذلك في مواجهة النيابة. مهم قوي ده بقى. جميل جدا. عشان ما يبقاش عليها أي ثغرة. بالظبط، عشان شروط دعوى الخلع تبقى توفرت في حقها. أيوة. فالقانون أعطاها الحق إنها تعمل كده. فبتعمل إنذار، تاخد من المحكمة التصريح بالإيداع، فبتودع خزينة المحكمة كأمانة لذمة الزوج الغائب ده يصرفها في أي وقت. لما يجي في أي وقت يشاء يصرفها بدون قيد أو شرط أو إجراءات أو أي تنبيه. وتعلنه في مواجهة النيابة ويبقى الإعلان ماشي سليم قانونا. والمحكمة تتخذ في هذه الحالة نفس ما تتخذه إذا كان الزوج مصري. تحاول تصلح. الحكمين برضو طبعا هيعلنوه في مواجهة النيابة مفيش حضور. الزوجة طبعا بتتمسك بطلباتها بأنها تريد المخالعة. فالمحكمة لا تجد إلا أن تقضي بتطليقها خلعا من هذا الزوج الغائب. يعني طيب أستاذ محمد لو فعلا ما وصلوش للزوج المحكمة بالفعل هتطلقها طبعا حتى يبقى طلاق غيابي. ما طلاق غيابي، لكن هتعلنه برضه تتخذ الاجراءات ويتحصن بحيث يوصلوا له. طب في نقطه بيحصل حولها خلاف كبير جدا بقى بين الطرفين، زي مثلا الولايه التعليميه للابناء، مين حقه اختيار المدرسه المناسبه؟ يعني كمان مصروفات المدرسه دي نقط كلها بيحصل حواليها خلافات كتيره جدا جدا وجدل، ازاي نقدر نحسمها قانونيا؟ هذه المشكله غير قائمه الا في حاله الطلاق. خلينا منطقيين. لما يبقى الزوج والزوجه مع بعض بيتصرفوا مع بعض ومتفقين، هما الاثنين بيقننوا وضعهم على حسب ظروف حالهم. والمدرسة اللي يقدروا يدفعوا مصاريفها بيدخلوا الابن فيها او الابناء فيها. اما اذا حدث الطلاق هنا تقوم الثورة، تقوم القيامة. وتقوم القيامة كما حضرتك قلتي. احيانا بيبقوا الاطفال في سن الحضانة بيبقوا مع الام، واحيانا طبعا في اباء كتير جدا لا يقومون باداء واجباتهم تجاه ابنائهم ولا يقدموا المصاريف، والعيال بتبقى في المدارس. انا اعرف بعض الاباء النتائج ظهرت من شهرين ومن شهر ونص والعيال نتائجها محجوبة من المدرسة لانه الاب المحترم لم يسدد المصاريف. فالمدارس حاجبة. تشوف نفسية الصغير تبقى هنا شكلها ايه. في احيانا بعض الامهات يتفنن في ايذاء الرجل بعد الطلاق، فالابن في مدرسة تجريبية عادية تنقله توديه مدرسة خاصة ب20,000 ولا ب25,000 علشان يعني تبتز الزوج زي ما عشان بالظبط كده، عشان تخلي الزوج يعني مثقل ومهموم. الكلام ده طبعا صعب جدا. ده نوع من الانتقام يا استاذ محمد. هذا الانتقام انتقام يعني بيعود بالضرر على الاولاد طبعا. يعني اولا يعني ما فيش احسن من الحضارة بالتأكيد. الاسلوب الحضاري. يعني اوروبا التي لا تعرف عن الاسلام شيء لما بيفترقوا بحضارة بالمعروف زي يعني ما بنقول في محمد عبده قال ان انا وجدت اسلام بغير مسلمين وجئت هنا مسلمين بغير اسلام. يعني حاجه صعبه جدا. فالنهارده الزوجه اللي تعمل كده دي برضو القانون ما سابهاش. ده هم قالوا حتى في الدين يعني عاشروهم بالمعروف او فرقوهم بالمعروف. مظبوط كده مظبوط كده. لكن الزوجه اللي تعمل كده برضو المحكمه اذا وصل الامر الى القاضي فالقاضي بيراعي ظروف الزوج. الزوج النهارده ما يقدرش، يعني النهارده مطلوب منه 20,000 وهو مرتبه 1000 جنيه. طب هيدفع 20,000 جنيه في السنة ازاي إذا كان مرتبه في السنة 12,000 جنيه؟ بتضغط عليه بشكل مش فالمحاكم إذا عرض الأمر على القاضي فالقاضي بيخيرها. بيقول لها إما تقبلي المصاريف العادية وتدخل مدارس عادية في مستواها وكده، أو أنت تتحملي هذا الأمر. فإذا لكن كلمة الولاية بصفة عامة للأب. الولاية ولي الأمر للأب. الولاية للأب، الولاية الطبيعية للأب والولاية الشرعية للجد في حالة وفاة الأب. لكن الأم تبقى وصية ما تبقاش ولية. الولاية للأب. فالأصل أن الولاية التعليمية للأب الأصل. لكن النهاردة الأب طلق
فبقت الولاية للحاضنة. الولاية للحاضنة في حدود ألا يعني تشق عن المعهود بالنسبة للولاية، تضغط على الزوج بمصاريف إضافية. بالظبط كده. ده بالنسبة للولاية التعليمية للأبناء. هنروح لفاصل ونرجع معاك